السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معنا في قناه شيوات بنات البلاد. نتمنى من الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنقدم معكم كيك بارده كتجي مسقيه مع دابا الحراره بدات والانسان تيبغي شي حاجه بارده يبرد بها. تقدروا ديروها في الكوتي ولا في الفطور. دابا ان شاء الله غندوز معكم المقادير وطريقه التحضير. نبداو ان شاء الله في المرحله الاولى عندي فيها نص كاس ديال السكر سنيده. اللي كيبغي الحلاوه زياده غيدير كاس لاروب، انا كندير فيها نص كاس. غادا نضيفو هنا. عندي هنايا كاس ديال الحليب، عندي هنايا كاس لاروب ديال الزيت، كاس لاروب ديال الزيت. عندي جوج ساشيات ديال الفلون ديال الكراميل، تقدروا تستعملوا اي نكهه، انا درت ديال الكراميل جوج فلون. صافي دابا غنخدم هاد الخليط ديالنا مزيان بهذا الشكل هذا. تقدروا تستعملوا غير الخلاط الكهربائي. جوج ديال البيضات بحراره المطبخ غادي نضيفهم دابا ونخلط. خلط مزيان كما قلت لكم، تقدروا تستعملوا غير الخلاط العادي الاخر. صافي دابا غنبدا نضيف في الطحين دفعات، ونضيف بشوي بشويه ونخدم معاكم. غنخدم غير بالطراب العادي دابا. هانتوما هنايا عندي واحد القبيصه ديال الملح على هذا الشكل هذا، غنزيد نضيفها. ودابا غنبدا نضيف كما قلت لكم هذا غادا نضيف الطحين دفعات. عندي هنايا الكاس الاول نخلط. ودابا غنضيف الكاس الثاني. الكاس الثاني ما غنضيفوش في دقه واحده، غنضيف بعدا نص الكاس الاول، وغنضيف معاه جوج خمارات ديال الحلوى من فئه 8 غرام، جوج خمارات من فئه 8 غرام. وغادي نخلط. كما قلت لكم دابا هاد الكيك هزت لينا كاس ونص ديال الطحين. صافي هذا هو القوام ديالها، كيجي على هاد الشكل هذا، كاس ونص ديال الطحين. هانتوما كيجي على هاد الشكل هذا. دابا غنضيف واحد المعلقه ديال الخل. دابا البنات غنضيف معلقه ديال الخل، ها هي معلقه كبيره ديال الخل، غنخلوها هي الاخيره غادي نضيفوها. صافي هانتوما هذا هو القوام ديال الكيك ديالنا، يجي على هذا الشكل هذا. كما قلت لكم كاس ونص ديال الطحين غتهز لنا هذا الكيك. دابا غنخويها في المول. هانتوما البنات دابا غادي نخوي الخليط ديالنا في المول. انا درت هذا المول ديال الدجاج، حيت غادا هو اللي غادا نزينها فيه. تقدروا ديروا اي مول عندكم. صافي غادا نقادها وندخلها للفران اللي مسخن من قبل ديال الضو. كان ديال الضو 180 درجه،
ولا كان العادي ديال الغاز غادي تسخنوه عادي واحد 5 دقائق قبل ما ترميو الكيك ديالكم صافي، وندخلوه على عافيه مهيله في الفرن الغازي. وكما قلت لكم ديال الضو غادي نديروه 180 درجه صافي، ونتلاقاو ان شاء الله باش نزينوها. ملي طيب نتلاقاو باش نزينوها. هانتوما البنات غندوزو نصايبو الكريمه غنصايبها معاكم. عندي هنايا غادي ناخذ 3 الكيسان ديال الزيت بارد، 3 الكيسان ديال العنبه، غنضيف ليهم 2 معالق ديال النشا. المعلقه الاولى غادي نفرغها فوق الحليب، وغادي نزيد المعلقه الثانيه على هذا الشكل هكا صافي. ودابا غادي نضيف 2 معالق ديال السكر سنيبه، المعلقه الاولى والمعلقه الثانيه على هذا الشكل هكا صافي. كما قلت لكم الحليب غير بارد، وغادي نحرك مزيان مزيان، غادي نحركو العناصر بارد بارد باش تطور فينا النشا ديالنا صافي. نحرك مزيان مزيان، نديرها فوق البوطه تعقاد لينا. دابا الكيكه هي طابت وخرجتها من الفران، شوفوا اللون ديالها كيجي زوين صافي. وغادا نتكيها بالموس، درت ليها الموس وتكيتها على هذا الشكل هكا باش يدخل لها السقوه. دابا انا خديت غير كاس ديال الحليب عادي بارد ديال العنبه عامر صافي، كنفرغوا فوق منها على هذا الشكل هكا صافي حتى كتشرب لينا، نخليوها حتى كتشرب هذيك الحليب ديالنا على هذا الشكل هذا صافي. ودابا نخليها تشرب مزيان. ودابا هي الكريمه ديالنا بعد ما عقادت صافي، حيدتها من فوق البوطه، محدها باقا سخونه. غنضيف لها واحد نص معلقه كبيره ديال الزبده، نص معلقه كبيره ديال الزبده صافي. نحركها مزيان حتى تذوب، نحركوها مزيان مزيان هكا حتى تذوب لينا الزبده. وغادي نفرغوها فوق من الكيك ديالنا على هذا الشكل هذا صافي. وغادي نسوي ديك الكريمه ديالنا، غادي نقادها فوق من الكيكه على هذا الشكل هذا، نسرحها فوق منها حتى تغطي لنا الكيكه كامله، تغطي علينا على هذا الشكل هذا. ماما نخدم استمر على هذا الشكل هذا حتى نغطي الكيكه كامله الكريمه اللي عندنا صافي. صافي من بعد قادينا الكريمه غادي ندخلها للثلاجه تبرد، نديرها في الثلاجه تبرد تشد راسها مزيان، تقبض راسها عاد باش غنخرجوها ونديرو فوق منها الطبقه الاخرى، غادي نذوقوها في الطبقه الاخرى. ها هي دابا الكريمه بردات عندنا، شفتوها شدات راسها على هذا الشكل هذا. دابا انا شديت الكراميل صايبته غير في الدار، تقدروا تشروه جاهز ان شاء الله. من بعد غنشارك معكم الطريقه ديالو كيفاش تنصايبها. شوف كيفاش كتجي بحال اللي كتصايبوا بحال اللي كتشريو من على برا. دابا غادي نفرغوا فوق من الكريمه ديالنا على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا صافي. غنخليه كامل ودابا غادي نسرحو فوق من هاد الكريمه كامله، غادي بشويه بشويه بالمعلقه حتى ندرج كلشي داك الكريمه البيضاء على هاد الشكل هذا صافي. انا من بعد ما كملت شديت الشوكولاط غير ديال الدهن، شديت غير دانيت شوكولا دانيت ودرتو في هاد البلاستيكه وتقبتها، وغادا ندير غير خطوط على هذا الشكل هذا بحال ما هكا. نتوما عندكم اختيار في التزيين، تزينوا كيف بغيتو صافي. مسامر هكايا ندير الخطوط هذا تزيين عادي كلاسيكي ديال بحال ديال الميسي. شرطه كبيره انا صايبت هاد الخطوط. دابا شديت موس وغادا ندي خط، نجيب خط
بحال عادي تزيين عادي ديال الملفوي. نتوما عندكم اختيار في التزيين، انا غير اقترحت عليكم هاد التزيين وصافي. بحال ما هكا نستمر صافي. دابا هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا من بعد ما بردات. كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي زوينه الصراحه. ها نتوما شوفوا داك كما قلت لكم هذوك الخطوط اللي درت بالشوكولا كيجيو على هذا الشكل هذا. كدي غير خط وتجيبي غير كما قلت لكم تزيين كلاسيكي. دابا غنقطع معكم الطريف تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل على هذا الشكل هذا صافي. نتوما دابا غادا نوريكم كيفاش تجي من الداخل. شوفوا كيفاش كتجي، راه كتجي زوينه وطريه مع داك الحليب اللي تنسقيوها به. شوفوا كتجي طالعه، راه ما كتجيش زعما ديك الطبقه ديالها رقيقه بزاف ولا شي حاجه. نتوما شوفوا كيفاش كتجي، راه كتجي معلكه وزوينه. وانتم جربوها وشاركونا في التعاليق، وما تنسوناش من الدعم ديالكم من اللي لايك. ونتمنى من الله الوصفات اللي كنقدموا لكم ينالوا الاعجاب ديالكم. ونختموا الفيديو ديالنا بالصلاه والسلام على سيدنا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام.